امسك لسانك عن الشكوى. عايز تشتكي وتفضفض مع حد يعرف لما تتكلم معاه يوريك الجمال ويصبرك على المعاناة ويطمنك لربك، مش حد تفضفض معاه يحسسك ان ربنا سايبك ونسيك، وما كان ربك نسيا. فنقي اللي تعرف تفضفض معاه. من الفضفضة خطر لو كانت مش عند اهلها. لو فضفضت عند اهل السماع هتاخد نصيحة حكيمة. يا صباح الفل والياسمين والطاقة الإيجابية على حبايبي الحلوين الأمارات عسولة قلبي. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده، يا رب كده أكون وحشتكم زي ما انتم وحشتوني. عايزه اقول لكم شكرا لكل الناس اللي دخلت قناتي جديد، وشكرا لكل الناس اللي بتتفاعل معايا على القناه، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. عايزه اقول لكم قد ايه انا بفرح بكلامكم جدا، لدرجه والله ان انا قايمه بصوا اول ما قمت من النوم مسكت التليفون وسجلت الفيديو عشان ان شاء الله ينزل لكم النهارده. بس يلا يا قلب اختك انت وهي، لو دخلتي الفيديو وما اشتركتيش في القناه اتمنى تشتركي في القناه وتنوريني وتشرفيني. وما تنسيش يا قلب اختك تحطي لي اللايك والكومنت اللي بيشجعني ويخليني معاكم دايما على القناه. نبدا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده حفلتنا في المطبخ. النهارده يومنا كله هيبقى في المطبخ ان شاء الله. ليه؟ لان انا كنت الصراحه حاسه ان مطبخي عايز يتعمل. كنت حاسه ان انا يعني ايه، بغسل المواعين وبغسل البوتاجاز واطلع، اغسل المواعين واغسل البوتاجاز واطلع. لا انا عايزه بقى احس يعني ايه، ان انا عملت حاجه، يعني انجزت حاجه حتى لو بسيطه فيه عشان تفرحني. المطبخ بقى حرفيا بجد ما كنتش عارفه ابتدي منين. كان عندي مواعين كده، وانا اول مره المواعين ديت يعني توصل للدرجه دي، انا كنت اي حاجه يعني بتطلع مني بغسلها. فقلت بقى بما اني ان انا هعمل معاكم فيديو كده، فقلت لا يبقى ايه، هخلي كده المواعين على جنب شويه. نزلت بقى جوزي الشغل بصراحه، لان في اوقات يعني جوزي شغله بيبقى بعد الظهر وكده، فقلت لا اخلي بقى المواعين وانيم يونس واسر، وبالليل بقى على رواقه اغسلهم، وبعدين اعمل بقى كوبايه النسكافيه الحلوه بتاعتي كده واقعد بقى مع نفسي. اول حاجه بقى يا بنات عملتها ان انا نضفت كل حاجه حوالين مني زي الرخامات وكده، وما خليتهاش مكركبه حوالين عشان اعرف ايه اشتغل على نظافه. بعد كده بقى بدات بايه، بالحاجه اللي بتتكاثر. كل لما نحط حاجه في الحوض لازم حاجه تتكاثر عليها. ايه ده اللي احنا فيه ده؟ انا مش عارفه بصراحه ايه ده. المهم بقى بدات بالمواعين، قلت المواعين بقى تخلص. اول ما اخلص المواعين لازم يبقى كده انا عملت الانجاز الكبير، ان انا اخلص المواعين وبقيه الحاجه ايه تكون يعني على مهلي فيها. المهم بقى خلصت كده المواعين. كان عندي بقى كده كذا حاجه يعني اخلصه من الكوبايات، كنت حاسه ان هي كده مش نضيفه. كنا شاربين كذا حاجه نسكافيه وشاي وكده، كنت يعني ايه يعني انا ما خليتهاش في الحوض، شطفت الكوبايات وسبتها كده في على الرخامه. قلت بقى عشان لما ادخل اغسلها. انا بقى يا بنات بعشق حاجه اسمها تلج. التلج دوت بيغسلني من جوه كده، لازم يبقى عندي سلك في البيت. فاول جوازي ما كنتش بستخدمه عشان الحلل التيفال وكده والحلل الجرانيت وقلت لا انا مش هستخدم سلك. انا عندي اللي هي الاسبونجات اللي هي السيليكون دي اللي بتغسل بيها، ولا العظيم ولا بتنضف ولا حاجه، وكنت جايباها على الفاضي. وكنت بقى عامله نفسي ان انا يعني ايه بقى التيفال ده هيقعد معايا العمر كله، مش هيقشر ولا هيجي خدشه فيه. لكن والله بعد فتره بيقشر، وبعد فتره برضو هتحتاجي تجيبي برضو حاجه. عشان كده قلت لكم في فيديو قبل كده ما تستخدموش حاجاتكم كلها، يا اما تستخدموا الا على قدكم، عشان انتوا هتضطروا ان انتوا تجيبوا حاجات تاني. انا باذن الله الحلتين اللي هم الصغيرين اللي انا بستخدمهم بتوع التيفال دول، هحاول يا اما حد يرجعهم لي، اللي هم الشركات اللي بترجع الحلل زي الاول دي، يا اما بصراحه بتبقى مبالغ مهوله. فانا اللي هيخليني ارجع حلتين مثلا بمبلغ كبير، لا انا ممكن اجيب طقم حلل اللي هو النوفيل او التيفال. بيبقى يعني مش غالي زي التيفال والتeflon والحاجات اللي طالعه جديد. مش معنى ان انا بعمل فيهم الاكل على طول ان انا ما عنديش، لا والله انا عندي حلل وكده، بس انا بحب الحلتين دول جدا. لان احنا يعني يعتبر ايه تلات افراد او يونس صغير، فيعتبر 3 افراد بعمل اكل، فبنعمل الاكل على قدنا. الحلل اللي فوق اللي باقيه اللي هي الحلل الكبيره اللي هي بتاعه العزومات وكده. وعندي طقم جرانيت بالكرتونه بتاعته، انا مفتحتوش الا غير مره بس، خدت منه حله كبيره. كنت بعمل يعني كان عندي عزومه وعملت
فيها يعني اكل وكده، وبعدين غسلته ورجعته تاني بقى وقت ما كنت ايه اعزل من الشقه. خلي بقى احنا في الدنيا صيف، فخلي دايما ايدك كده في المطبخ على طول عشان ريحته ما تبقاش وحشه. وعايزاكي دايما الازايز بتتكاثر في المطبخ والله العظيم. يعني انا عايزه اقول لكم ممكن نشرب ازازه ميه ادخل الاقي ازازتين على الرخامه مثلا من آسر، من باباه، مني مثلا. لا انا بعمل ايه، احاول كده ما الازايز تخلص ما بسيبهاش مثلا اقول ايه مره واحده هقوم بقى من الازاز كلها احطها في التلاجة. لا، اول ما الازازه تخلص مننا اروح قايمه على طول مليها واحطها في التلاجة. اصل انت لو طلعتي الازاز كلها الجو حر علينا، فيعني كل شويه بتبقي عايزه تشربي ميه ساقعه. ويعني بصوا اصعب شهرين بجد شهر 7 و8 دول بيبقوا شهرين ما يعني الله المستعان. تخيلوا بقى ان الموقف اللي انا قلت لكم هحكي لكم عليه الفيديو اللي فات والفيديو خلص وما حكيتهوش، نفس الموقف اللي حصل معايا المره اللي فاتت هو حصل معايا النهارده بجد. ان انا قاعده من غير مروحه. عندي اول مره انوسه هو اللي خلعها شدها، من هو عنده حركه الشد دلوقتي بيشد اي حاجه وهو ماشي في طريقه. ف يعني فشت المروحه محطوطه على شددها اتشدت. ابني برضو اتكعبل فيها هو طالع النهارده، راحت برضو ايه مشدوده مش عارفه اعملها. طبعا باباهم لما يجي ان شاء الله من الشغل يعملها. فتتخيلوا بقى ان انا قاعده في الحر دوت وبكلمكم بسجل لكم فيديو كده. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل على اللي هو يعني بيدوهولنا. بس الحمد لله يعني انا والله عادي. المهم بقى نرجع تاني للروتين بتاعنا. بعد ما غسلت المواعين كده قلت بقى اغسل بقى السيراميك بالرخامات بكده. البوتاجاز بقى كان محتاج النهارده يعني حبه كده مجهود، انا كنت عاملاه معاكم عند ماما. غسلت بقى العيون معاكم وكده، فالعيون ما كانتش يعني محتاجه ان هي تتعمل. البوتاجاز بقى يا سلام بقى لو تحطي شويه كربونات وخل كده بيرجع اقسم بالله كانك جايباه جديد، وطبعا جربوها. آه ومسحت بقى الدواليب كده. كنت بقى يعني بقالي فتره بصراحه عايزه امسحهم. يعني بمسحهم كده على طول، اللي هو احطاه على الفوطه بيركس وامسحهم كده بيروح كانه جديد بالظبط. وعندي باسكت اللي هو عندكم اللي هو الزباله اللي انا حاطاه اللي هو الاحمر ده، هتشوفوه معايا وانا بغسله دلوقتي. حطاه كده في الدولاب. يعني بصراحه بيريحني جدا وانا واقفه بعمل بصل، بعمل اي حاجه بقطعها، اي حاجه بيسهل عليا ان انا حاطه فيه شنطه وبرمي فيه اعزكم الله الزباله، وباخدها واخدها دي كل يوم. يعني وجوزي نازل الشغل بديله الهديه بتاعته يرميها. طب انا مش بنزل، انا لما ببقى بودي اسر الحضانه وكده باخدها معايا، لكن هو نازل بينزل كل يوم. ربنا يعينه ويقويه يا رب، فبديهاله. فاهمين؟ البوتاجاز بقى كده بصوا العيون اللي هناك دي انا مش بستخدمها طبعا، انتوا عارفين ليه. عشان خاطر الحامل مكسور، عشان الناس اللي داخله جديد معايا القناه يعني ومش عارفه الحامل مكسور. ورحت للراجل والله العظيم قال لي اسهمني بالمتر، استهمنه بالمتر. رحت ايه انا قايساهم 50 في 25. لما جوزي اسهم لي قال لي دول 50 في 25 وكده. فروحت بعت على الواتساب يعني عنده ان هما الحوامل بتاعت البوتاجاز 50 في 25. فانا بقى ايه عملت الفزلوكه فيها ورحت للراجل وانا عماله اقول له يا عم وانا قايساهم والله 25 في 50، لان هو يعني ايه راجل كبير وكده. فعماله اقول له انا قايساهم 25 20 في 50 20 في 50. وهو يقول لي مفيش والله يا حبيبتي 50 في 20 حوامل نهائي. فاهمين؟ فانا عماله انا بقى بعافر معاه ان احنا قسناهم في البيت 50 في 50 في 20. فلما رجعت على الواتساب لما روحت قلت طب ما انا ممكن كنت فتحت الواتساب قدامه. فالمره الجايه ان شاء الله لان هو الراجل قريب من ماما وكده، فان شاء الله المره الجايه هجيبهم. وهعمل فرح زي ما عملت فرح برضو يوم المكنسه. مسحت بقى البوتاجاز كده ومسحت اللي عايزه اشيل الاستيكر اللي على البوتاجاز ده ان شاء الله هشيله وهحط واحد غيره وكده. ومسحت بقى البوتاجاز كده خليته بيلمع، عشان انا بصوا انا نفسيتي بترتاح لما بجد المطبخ بيبقى ايه بينور كده، وابقى كده حاسه ان انا في عيد. انا والله العظيم بعد التنظيفات بتاعه المطبخ دي انا هقول لكم مش تنظيفات عميقه قوي، بس برضو بحس ان انا كاني في عيد كده، كاني اللي هو كل حاجه رايقه حوالين منك، كل حاجه رايقه في بيتك. هتاخدي كوبايه النسكافيه وتطلعي مثلا تقعدي كده بعد ما نضفتي حاجه تحسي ان انت عملتي انجاز في يومك، بتفرحي جدا والله العظيم. في اول بقى الفيديو كنت حاطه مقدمه عن الفضفضه. يلا نفضفض شويه مع بعض ونتكلم شويه مع بعض. يمكن كده لما انا بفتح التسجيل معاكم بحس ان انا بتكلم مع حد قريب مني، او ان انا ببقى عايزه افضفض مع حد قريب مني. عايزه مثلا احكي انا عملت ايه في اليوم، عايزه احكي ان انا نظفت وكده. وده اللي بيحصل معاكم ان انا بحكي لكم ان انا نظفت ان انا عملت كذا كذا، عشان خاطر ان شاء الله نبقى قريبين من بعض وكل حاجه هعملها هقولها لكم وكده. بس انا بقى عايزه اقول لكم على حاجه.
الفضفضه فعلا دي واقسم بالله نعمه، مش لاي حد بقى، يعني مش كل حد ينفع نحكيله او نفضفض معاه، ومش كل قلب مثلا يقدر يشيل اللي احنا هنحكيهوله. في فرق كبير بقى يا جماعة من بين حد بيسمعك عشان يحس بيك وحد بيسمعك عشان يحكم عليك. لان في ناس فعلا بتحكم عليك من غير ما تسمعك، وفي ناس بتيجي في صف يعني اللي قدامها مجرد ان هي عارفة ان هو ما عملش كده. فالمهم بقى ايه، عايزه اقول لكم تختاروا الناس ان لما تحكوا لهم تحسوا انكم اخف مش اتقل، يعني انكم خفاف عليهم مش تقال، اللي هو تحسي لما تروحي تفضفضي معاهم الناس دول ما يملوش ومش ما يحبطوكيش مثلا، ما يفتكروش نفسهم فاهمين كل حاجه، بس يسمعوا بس كده، يسمعوا بقلبهم، يسمعوا بحكمه، ما يقللوش منك ولا مثلا يضغطوا عليكي انك عملتي الحاجه دي غلط يبقى غلط وانت كده غلط ويقعدوا بقى يقللوا منك. لا، لما تختاري حد اختاريه يسمع منك ويفهم منك. عارفين بقى مين الحد ده بالنسبه لي انا بنات؟ ربنا، والله العظيم ربنا، بجد ربنا ده احن من اي حد علينا. انا لما بقعد كده مع نفسي ببقى عايزه اتكلم، بتكلم مع ربنا في صلاة لوحدي، ساعات بقى في البلكونه مع نفسي كده اقعد اتكلم، اقعد اتمنى منه حاجات، اقعد ان انا عايزه افضفض، بلاقي والله دموعي نزلت لوحدي كده، اللي هو انا عايزه اتكلم وعايزه افضفض، ففضفض مع ربنا. وبرضو ليا صحاب بكلمهم ويعني بس مش كل صحابي بحكي لهم كل حاجه، في ناس معينه من صحابي بحكي لهم كل حاجه. اقرب حد بجد بحكي له عن كل حاجه يعني هتلاقي كتير كاتبين في الكومنتات، انا مش هكتب مين بس هلاقي كتير دلوقتي كاتبين في الكومنتات، لو هيسمعوا الفيديو ده للاخر هلاقي ناس كتير داخله كاتبه في الكومنتات مين. عايزه اقول لكم بجد الفضفضه مع ربنا حاجه تانية خالص. او مثلا انت تختاري بعناية لما تحبي اختاري حد يعني ايه عارف وجع، او عارف يعني ايه انت بتجري عليه اول حد بتحكي له، مش يقلل منك. اوقات الفضفضه دي عند ناس بتبقى عباره عن ورقه وقلم، والله العظيم في ناس بتفضفض اللي هو عباره عن مذكرات يعني. فاوعي تكتمي جواكي، اوعي تخلي حاجتك جواكي كده تتراكم وحاجه تكسرك. انتي قويه، ومهما تكوني يعني مخبيه جواكي حاجات كتير، بس برضو بنضحك وبنهزر وبننزل وبنخرج، ومش كل حاجه بتتقال ومش كل حاجه بتتحكى، عشان برضو في حاجات جوانا مش بنعرف نقولها بسهوله، يمكن عشان بنخاف مثلا نتفهم غلط، او مثلا يمكن بنقول مش وقته. بس هو امتى هيجي وقته؟ مش غلط اننا نفضفض، والفضفضه دي مش ضعف، بالعكس يا بنات الفضفضه دي ده علاج. انا هنا يمكن بكلمكم من ورا الكاميرا، بس اقسم بالله بحس ان انا بكلم حد والله قريب مني جدا، عشان كده بتكلم معاكم. وانتوا دلوقتي اللي بتتفرجي عليا حابه اقولك لو نفسك تفضفضي وتعمليها، فضفضي واكتبي لي في كومنت دلوقتي انت حاسه بايه، والكلام اللي انا قلته ده صح ولا غلط، عشان ما اطولش عليكم. هي انا ملي قلبتها دراما معاكم كده بجد ولا بس انا بجد والله، يعني بحس ان فعلا موضوع الفضفضه ده وانا حاطه الفيديو، يعني حسيت فعلا ان موضوع الفضفضه ده لازم اتكلم فيه، لان الفضفضه دي حاجه مهمه جدا في حياتنا. برضو الواحد لو مش بيفضفض هيموت بعد الشر ولا هيجرى له ايه. حطيتوا اللايك والكومنت ولا لسه؟ ما انا لازم اخدكم كده في نص الفيديو عشان تفتكروا تحطوا اللايك والكومنت اللي بيشجعني بيخليني اكمل معاكم. عايزه اقول لكم ان في ناس كتير والله العظيم مش مشتركه وبتتفرج على الفيديوهات. طيب طالما انت بتتفرجي على الفيديو والفيديو عجبك، طيب ما تشتركي في القناه، مش تخسري حاجه، اشتركي في القناه واتفرجي على الفيديوهات بتاعتي. ولو الفيديوهات ما عجبتكيش يا ستي اكتبي لي ايه اللي مش عاجبك في الفيديوهات، انا بقبل النقد عادي، واحنا اخوات وبنتعلم من بعض. وبرده لو في اي حاجه مش عاجبكم في الفيديو قولوا لي ده مش عاجبنا في الفيديو، في حاجه مثلا مثلا انت بتقوليها غلط، او مثلا في حاجه انت عاملاها مثلا مش واضحه غلط كده، ما احنا لازم برضو ناخد راي بعض ولا ايه. خلصت بقى المطبخ كله طبعا. لما خلصت كده ومسحت الدواليب ومسحت البوتاجاز ومسحت كل حاجه، حسيت بقى ان انا مرتاحه كده، ان انا يعني عايزه اقول لكم حاجه بتغسلني من جوه كده لما بلاقي يعني المطبخ نظيف. عايزه بقى اخد رايكم في حاجه، التربو دوت احطه فين؟ احطه في البلكونه ولا احطه في اوضه اسر ولا احطه فين؟ انا عايزه اشيله من المطبخ خالص، هو مع انه نافعني في المطبخ، حاطه عليه الصواني اللي بستخدمها وحاطه عليه الخلاط، لاني ماليش مكان، مفيش مكان في الدولاب للخلاط زي ما انا قايله لكم قبل كده. وعايزه اقول لكم برده حاجه تاني بمناسبه الخلاط، بنات لو حد جرب كبه كويسه يقول لي في الكومنتات الكبه نوعها ايه اللي عندكم مثلا، عشان انا عايزه اجيب كبه كده يدويه، عشان الكبه اللي في الخلاط دي الصراحه يعني مع بال ما بجيب الخلاط واعملها ببقى عايزه حاجه سهله بالنسبه لي.
والهاند بلندر برضو اكتبوا لي في الكومنتات الهاند بلندر نوعه ايه لو عندكم يبقى كويس، عشان انا كان عندي هاند بلندر اول جوازي، والهاند بلندر اللي هو اول جوازي ده يعني ايه كنت بعمل بيه حاجه يعني وقع مننا انا واخت جوزي في الارض، فمن ساعتها الصراحه ما جايش خطوه قدام، مع انه والله كان يعني حد جايبهولي من بره، كان بصراحه كان مريحني جدا وكان كويس جدا معايا، بس هو كل حاجه ليها عمرها الافتراضي. فاكتبوا لي في الكومنتات لو وصلتوا معايا لغايه هنا، ما تنسوش تصلوا على النبي وتكتبوا لي في الكومنتات نوع كبه كويس ونوع بلندر كويس. مسحت بقى الارض كده بالبريكس، وكنت حاسه ان الارض اصلا عايزه ميه، فروحت ايه قلت عشان ما يعني الدنيا ما تروحش مني، يعني كنت هدعك الارض اصلا بالبريكس وكده، بس قلت عشان الدنيا ما تروحش مني في حته تانية خالص وانسى نفسي واسرح في المطبخ، وممكن ابني الصغير يصحى في اي وقت، وانا كنت اصلا بخلص بايدي واسناني، وهو اصلا كل شويه يعني يصحى بيبقى عايز حد جنبه. فقلت بقى ايه عشان الدنيا ما تخرجش مني عن السيطره امسح كده وخلاص، وقلت بقى افرش كده، ودي اخر حاجه يا جماعه في الفيديو الراحه النفسيه. وطبعا بعد التنظيفه ديت لازم شاور محترم، احنا مش هنبقى نضف في بيتنا ومش نضف في نفسنا، لا لازم اهم حاجه تكوني في عنايه بنفسك. هتدخلي بقى تاخدي شاورك كده وتحطي برفان بتحبيه وتاخدي كوبايه النسكافيه زي ما انا ما عامله كده، وتطلعي بقى ايه تقعدي في هدوء شويه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. بحبكم كلكم في الله، اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله، نطلع لايف قريب مع بعض. مع الف سلامه يا احسن اخوات، تصبحوا على خير.